وأخيرا وبفضل الله وبحمده انتهى الموسم الكروي في مصر، وده أكيد إحساس أي بني آدم شغال في منظومة الكرة المصرية. أنا حي! بس اوعى تفتكر علشان الدوري خلص يبقى الموسم خلص، لأن لسه عندنا كأس مصر. عموما فكرة أصلا إن الدوري انتهى فده هم تقيل ونزاح من على كتافنا، فالحمد لله إن احنا وصلنا أصلا لمرحلة نهاية الدوري. أطرف حاجة بقى ممكن تشوفها في نهاية الدوري الموسم ده هي اللقطة اللي حصلت في مباراة المقاولين والجونة، لما الكورة تحت رجل لؤي وائل فجأة فست وباظت وطلب إن هو يجيب كورة تانية. كورة جاية جديدة، لا ده الكورة اللي بيلعبوا بيها، ده الكورة اللي بيلعبوا بيها، لقطة طريفة. وفكرة إن الكرة تبوظ في أي مباراة عادي أمر وارد، لكن إنها تحصل في آخر مباراة في الدوري أو في اليوم الختامي للدوري اللي الكل كان بيشتكي منه، تحس إن هي ليها مدلول دراماتيكي كده أو سيناريو قدري إن الكورة باظت في آخر يوم. ليها بقى مدلولات كتير قوي، عارف لما المؤلف يكتب فيلم وكل واحد بيسرح بخياله ويقول لك ده كان يقصد الرمز الفلاني ودي بترمز للشيء العلاني وهكذا. ففكرة إن الكورة النهاردة تبوظ في آخر مباراة في الدوري ليها برضو مدلولات كتيرة جدا. اولا ان الكرة باظت فالكرة المصرية كلها بايظة، ان في 60,000 حاجة غلط في الموسم، فطبيعي ان في نهاية الدوري الكرة نفسها تفسي وتبوظ. فكرة ان الكرة تبوظ في مباراة المقاولين والجونة والكرة نفسها تكون مكتوبة عليها كلمة المقاولين العرب، والمقاولين العرب الاسم الكبير ده بيهبط السنة دي بعد 19 سنة ما كان باقي في الدوري الممتاز، فتحس برضو ان ليها اشارة او مدلول على هبوط المقاولين العرب. حاجات كتيره قوي بقى بايظه في الكوره، ده غير ان احنا في اخر كام مباراه اللعيبه بقت بتقع من طولها وبيحصل لها حالات اغماء، زي ما شفنا ماجد هاني لاعب بلديه المحله ولاعبين اصطدموا في بعض في مباراه الزمالك والبلديه، حازم اسامه والسيد عوض. فتحس ان من كتر ما الناس تعبت واشتكت الحجر نفسه نطق، المكنه او الكوره نفسها اللي بنلعب بيها فست باظت تعبت من كتر الاجهاد اللي عشنا معاه خلال سنه كامله، فالكوره نفسها باظت. فانا اتمنى ان الكوره السنه الجايه ما تبص مننا، خصوصا اننا ابتدينا نسمع عن كلام ان الموسم الجاي هيبقى زي الموسم اللي خلص، ما فيهوش اي استثناءات، هيتلعب دوري من دورين، مش هيبقى فيه نظام استثنائي علشان ننجز بيه او نقصر مده المباريات او مده الجولات، وبالتالي احنا هنعيش تاني الموضوع من اوله ونعمل دوره حياه فشل الكره المصريه في موسم محلي، ويكون الناتج في النهايه زي ما وصلنا ان احنا خسرنا 6 في الاولمبياد في مباراه المركز الثالث، يبقى عندنا فشل جديد واخفاق جديد وكله يرمي على كله، وفي النهايه الحقيقه تتوه وسط منظومه من العشوائيه. الكوره باظت السنه دي، مش عايزينها تبوظ السنه الجايه.